السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء السمان. النهارده بقى جايه لكم كده بالفول الخطير اللي انتوا شايفينه ده. ندمسه احسن من اي حد، وطبعا انضف واوفر بكتير من ان احنا نشتري فول من بره. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا اللون ولا الطعم؟ يعني بصراحه حاجه كده خطيره، حاجه كده مستوي بطريقه رهيبه. وشايفين الميه بتاعته، يعني خطير خطير بصراحة. مش مستاهل مننا أي حاجة، بيتعمل بكل سهولة، ما فيهوش أي حاجة. مش هفكركم قبل ما نروح نشوف الفيديو بتاعنا، ما تنسوش اللايكات الجميلة بتاعتكم والتعليقات كمان الحلوة اللي أنا بفرح بيها اما أقراها. يلا بينا يلا بينا. هنا معايا نص كيلو من الفول. لما تيجي تجيبي الفول هاتي الحباية اللي هي بتبقى مخضرة كده شوية زي ما انت شايفاها، ما تجيبيش الحمرة، ما بتبقاش حلوة. هتنقعيها قبلها بليلة او باربع خمس ساعات كده، وتكون الفوله نفشت معايا كده. عدس اصفر وفول مدشوش، عارفه قد ما تكفي ايدك كده تاخدي حبه من العدس وحبه من الفول. جزرايه وليمونيه سليمه ما بقطعهاش خالص. هنجيب بقى الكاتل بتاعنا فيه ميه مغليه، وجبت الدماسه، حطيت الفول وحطيت العدس والفول المدشوش والجزره والليمونه، ورحت حط عليهم لترين الا ربع من الميه. تمام. وهحط بقى على النار بتاعتي على عيني الصغيره خالص، اخلي النار الاول عاليه لحد ما يغلي، وبعد كده اوطي عليه وما افتحش عليه خالص خالص، غير بعد اقل حاجه ساعتين 3. ما تفتحيش عليه خالص. هنا فتحت عليه بعد حوالي 3 ساعات. شايفين شكل الفول عامل ازاي؟ خطير خطير. طبعا هنا كان دخل خلاص على السوا، بس انا بحب اسيبه لما يستوي خالص خالص زي الزبده كده. احب اخليه اجي اهرسه لما نيجي ناكله بقى يبقى مستوي على الاخر، ما ياخدش معايا وقت. بحب. معلش بقى، ده ابني قاعد جنبي مش عايز يقوم. هنا بقى بعد ما خلاص استوى بقى الفول بتاعنا، شايفين بقى المنظر؟ يعني بصوا، هو بيتكلم عن نفسه. خطير بقى. تعمليه بأي حاجة بقى، بالليمون، بالبيض، بالقوطة والبصل، اعمليه مطبوخ بالطماطم كده والبصل. خطير بجد، حاجة خطيرة. أتمنى بقى أن الفيديو النهاردة يكون عجبكم. يلا بقى ندمس الفول كده. خلاص بقى دمسيه من يوم الأربع. كل سنة وانتم طيبين. يكون بقى طازة كده بالفول من يوم التلات، واصحي كده الأربع دمسي الفول، هيبقى حاجة كده خطيرة معاكي. بصوا مستوي زي الزبدة، خطير بجد وطعمه يجنن. وزي ما قلتلك هاتي الفولة الخضرة، ما تجيبيش الحمرة، ما بتبقاش حلوة. الفولية الخضرة دي بتبقى حلوة جدا في التجميس. يستاهل منكم أحلى لايك، ولايكات كتير كتير بقى، وكمان تعليقاتكم اللي بتفرحني. واللي مش عندي في القناة ينزل تحت الفيديو يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصلكم. شايفين هنا بقول لكم ان خلص الفول انا مش مسؤول. يلا بقى اقول لكم، اسيبكم واقول لكم مع السلامة.